بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك في قناة وصفات اقتصادية من مطبخي. اليوم راني جبت لكم الصابلي التقليدي الاصلي، يعني بدون اضافات، يجيكم يذوب في الفم. خرج لي كمية كبيرة، خدموه للعيد. شوف ها يذوب في الفم. يعني مانيش نجامل والله، نقول برك تتبعوا الخطوات اللي نديرها ونروحوا للمقادير. قلنا نروحوا للمقادير. شوفوا عندي 250 غرام تاع زبده، يعني ربطه نقسموها على النص. عندي كاس تاع سكر كلاص، وعندي كاس تاع المايزينا، خميره الكيميائيه، بيضه كامله وصفار البيضه ولافاني وقرصه الملح. نروحوا نبداو. يعني هذا الصابلي اللي انا اغصنه تقليدي ديما نخدم به، وصفه امي الاصليه. شوف كيما تعرفيش للكيل 250 غرام اقسمي كيما هكذا. كي تحبي 125 غرام اقسمي على 4. نقسموها بهذه الطريقه، نفرغوا. اختي انا نشتي نخدم هذا الصابلي الاصلي خير من التبوديه تاع دروك اللي راه خارج في الصابلي. كل وحده وذوقها، صح حاجه تقليديه تقول تقليديه، يعني هذا رايي الخاص، كل واحد والراي نتاعو. 250 غرام تاع الزبده، بصح لازم تكون بحاره في الغرفه، ما تروحش ديريها بارده لخاطر من بعد ما تحلش. من بعد اكيد انا ما ننساش قرصه الملح. قرصه الملح راه تفرق كما نقولوا تصحيح الذوق. نديرو سكر كلاص وندخل السكر مع الزبده. انا كي دخلنا الزبده مع السكر كلاص، نروحو للبيض. نديرو بيضه كامله، ومن بعد نديرو صفار بيضه. نديرو البياض وحده ونديرو الصفار، واللي تحب دير زوج صفار ديري زوج في الصفار، ما ديريش بيضه كامله، لان الصفار هو اللي يعطي هذيك الهشه الزايده في الصابلي تاعنا. ونخلطو ندخلو المكونات مع بعضها. واش نديرو درك؟ نديرو لافاني، غرف كبيره تاع لافاني. شوفي تحبي ديري لاغوم اللي تعجبك ديريها، المهم نتيا والذوق تاعك اللي تشتيها ديريها. نخلطوها مليح، ندخلوها. شفتوا كيفاش خلطناهم. نجيب المايزينا، ندير الكاس حتى المايزينا يبقى خفيفه، تجيكم خفيفه ربي يبارك. نزيد ندخلو المايزينا مع المكونات. وفي المقادير راني نسيت الفرينه، حطيتها بصح نسيت ما قلتلكمش عليها. يعني كاطو صافي راح يجينا بالفرينه. ها دخلنا المايزينا مليح. نجيبو دوك الفرينه نبداو نديرو بالشوي. نجيبو الخميره الكيميائيه، انا درت وحده كامله فيها 8 غرام. وندخلو الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. ايوا راها بعد لميناها لازم تبقى طريه. شوفوا ما ديريها يابسه، ما ديريها جاريه، تبقى لك طريه. ومن بعد واش ديري؟ جيبي ساشي برك وديريها فيها وخليها ترتاح على الاقل نص ساعه. ومن بعد نحلوها ونشكلوها. ايوا راه كي ريحت لنا العجينه. جبت ثاني انا هذا النيلو باش نفتح عليه، نقسمها على زوج، كمل نخليها لبعد. شوف ديرو بهذه الطريقه. نزيدو نجيبو ونفتحوها. تفتحي العجينه نتاعك، يعني ما تخسري فرينه ما تخسري مايزينا. راني كي حليتها. شوفوا اذا لقيتوها تلصق ديروا غير شويه تاع مايزينا، ومن بعد المربى ما يسلقهمش غتصوفي المايزينا. ونبداو نشكلو من هذه الجهه، وبعد نشكلو. انا درت غير هذا المول ها هو. نجيب بلا يدخل للفرن نحط فيه. شوفوا معايا انا درت هنايا بروبي كويسون، لخاطر انا عندي هذوك واحد الخطوط هنايا يعوجوا لي الحبه، وثاني ما ندير والو. ندهن غير بشويه تاع زيت
ولا شويه تاع فرينه ونديرها بهذه الطريقه، وتحطوا في البلاط تاعكم. كي ما يتنحش غتصيفي المايزينا، لانه الكاطو تحليه بالمايزينا خير ملي تحليه بالفرينه حتى تكملي الكميه تاعك. هايوا راني كملت التشكيل. شوفوا حاولوا ديروا الشكل هذا وهذا، شغل باه يجيوكم الحبات متساويين. ومنا نعاود نلم هذه العجينه ونعاود نفتحها نكمل الكميه، من بعد نرجعوا للتزيين ان شاء الله. هاو راه بعد ما طاب تخليه يبرد. شوفي انا درتو تقليدي كيما تاع بكري، جبت هنا الكونفيتير مربى المشمش هكذا ولصق الحبه فوق خوتها، ومن بعد ندير عليه الحواشي. انا ندير نواة كوكو مع الكاوكاو راه غالي، كيما نقول لك كل حاجه راها غاليه. خدمت حوايج ساهله ماهله كيما نقول لك قد على قد روحي، ماشي الناس كل راها في يدها. نفينو بهذه الطريقه. من بعد درتو في نواة كوكو، شوفوا معايا ها. ومن بعد نهز بالمغرف ندير هنا في النص نعمرها. ديجا راني خادمه حبات من قبل. هاي الطريقه شوفوا ربي يبارك. تحبي تهزي ديري شوكوره زيكزاك كيما هكذا ديري. انا قلت لكم راني نشتيه تقليدي. نكمل الكميه ونقدم لكم في صحن التقديم. هاو راه الشكل النهائي تاع الصابلي نتاعنا. شوفوا ربي يبارك كيفاش خرج، ما يتكمش ما يشقق ما حتى حاجه. الوصفه الاصليه التقليديه، ويخرج لك كميه كبيره كيما نقول لك القهوه والحليب. ما تنسوش الاشتراك في القناه، اشتركوا ولي جنب تطلع لا فيديو تشوفها كامل الناس. والى وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.